السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله يا رب كده تكونوا بخير طبعا ومنورين الدنيا حبايب قلبي. النهارده هناخد اول سيشن في الفراكشن زي ما وعدتكم بالظبط. حبيب قلبي ركز معايا وعيد الفيديو مره واتنين. النهارده هناخد ايه بقى يا حبيب قلبي؟ احنا اول حاجه احنا قلنا السيشن الاولاني. احنا النهارده السيشن الاولاني اهو، سيشن 1 معايا. جميل. هنتكلم طبعا عن مين؟ عن الفراكشن. احنا هنبدأ منين؟ ها؟ from zero. from zero level، يعني من تحت قوي. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك يعني ايه فراكشن؟ يعني فراكشن انا عندي حاجة هول، يعني 1 بيتزا فول بيتزا، وهنبدأ نكسرها. نكسرها يعني هنحولها لفراكشن. يعني انا عندي بيتزاية اهي، حضرتك انا هكسرها. ها انتوا how many parts؟ 4 parts. انا كلت 1 part، يعني انا كلت واحده. ها of 4 part، يعني انا عملت ايه؟ 1 over 4، يعني انا كلت 1 part of 4 part. يبقى هنا ال 4 part دي بتاعت الفول بيتزا كلها. اللي انا اكلت حته واحده بس. يبقى الشيدد بارت بيتحط فوق. يبقى هنا we have how many shaded part؟ هتقول لي 1 part. من ايه يا مستر؟ من 4 بارت. طب يا مستر لو انا عندي حاجه زي كده معايا اهو، مسكت دي ورحت عامل ايه؟ ها؟ عملت لها ايه؟ divided into 3 equal parts. كلت ايه يا مستر؟ انا كلت 2 بارتس. شوف هنا عندي 2 shaded parts. الشيدد بارت في كام شيدد بارت؟ 2 يتحط فوق. طب ومين تحت؟ كل البارتس بتاعتي كلها تتحط لي تحت. طب هاو تو ريد ات؟ ازاي تتقرا دي يا مستر؟ هتقول لي كده 2 اوفر 3، او ممكن تقول كده 2 thirds. تمام، جميل جدا. طيب جميل جدا. احنا عرفنا طبعا ازاي نعبر. حبيب قلبي انا لما يديني درو زي كده، ده اسمه الموديل. ده اسمه ايه؟ موديل. عشان تعرف الحاجات دي مهمه جدا. يبقى الرسمه دي اسمها موديل. اسمها ايه؟ موديل. امال دي اسمها ايه؟ موديل. جميل. يبقى انا لما يديني الموديل كده انا اكتب الفراكشن. يديني الموديل اكتب الفراكشن. طب معلش يا مستر، انا عايز اعرف هو الفراكشن بيتكون من ايه؟ حضرتك الفراكشن بيتكون من 3 بارتس. اللي فوق دي اسمها ايه يا مستر؟ نيميريتور. امال اللي تحت دي اسمها ايه؟ دي اسمها دينومينيتور. اهي دينومينيتور. يبقى اللي فوق اسمها نيميريتور واللي تحت دينومينيتور. نيميريتور دينومينيتور، نيميريتور دينومينيتور. امال اللي في النص دي اسمها ايه؟ حضرتك دي اسمها فراكشن بار. اسمها ايه؟ فراكشن بار. واحيانا بيسموها فينكلم. فينكلم اهي، فينكلم. فينكلم دي اصلا اللي بيستخدموها الامريكان، يعني دي مش موجوده في مناهجنا قوي، بس انا حبيت اقولها عشان ايه؟ الامانه يعني. يبقى ايه؟ بنسميها على طول دي اسمها فراكشن بار. نيميريتور دينومينيتور. السلاش دي او الهوريزونتال لاين ده اسمه فراكشن بار. فراكشن ايه؟ بار. حبايب زي الفل كده؟ تمام يا مستر. طب تعالى بص كده يا حبيب قلبي، نروح على السلايد اللي بعديه هنا. انا لو سالتك وقلت لك الفراكشن ده بيتكتب ايه؟ معلش تاني، احنا قلنا ده اسمه ايه؟ موديل. ايوه بالظبط، يبقى ده اسمه موديل. طب ده بيتكتب ازاي الفراكشن ده يا مستر؟ هنا في كام بارت كله؟ هتقول لي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو. كام شيدد بارت عندي؟ هتقول لي 1 2 3 4 5 اهي. يبقى هنا الانسر ده اسمه ايه؟ او الفراكشن بتاعي هاو تو ريد ات 5 اوفر 8 او 5 8. تمام. تعالى هنا برضه حضرتك، هنا ادي الفراكشن اهو. معلش دي اسمها ايه تاني معلش؟ موديل. برافو عليك، انا سامعك بتقول اهو شطور. يبقى دي اسمها موديل. اي رسمه عندي كده اسمها موديل. تمام كده؟ جميل. تمام. هنا we have how many parts؟ all parts
كل البارتس دي كام؟ ها 1 2 3 4 5 6 7 8 تتحط تحت في الدينومينيتور تحت. يبقى الدينومينيتور اللي تحت ده كل البارتس. طب انا عندي كام شيدد بارت؟ هتقول لي 3 تتحط في النيميريتور فوق. هاو تو ريد ات 3 اوفر 8. تمام؟ جميل. معلش تاني كده احنا قلنا ده اسمه ايه؟ هتقول لي ده اسمه نيميريتور. انا بثبت المعلومه اهو. واللي تحت ده اسمه ايه؟ ها؟ دينو مينيتور. في مشكله؟ امال دي اسمها ايه؟ فراكشن. الهوريزونتال لاين ده اسمه ايه؟ فراكشن بار. تمام كده عرفنا الفراكشن وتعرفنا عليه وتعرفنا على الموديلنج وازاي نكتبه لما يجيب لي الموديل بتاعي ازاي اكتب الفراكشن بتاعي. وبيتكون من 3 بارتس احنا قلناهم. النمبر اللي فوق نيميريتور، النمبر اللي تحت دينومينيتور. السلاش دي اسمها ايه؟ فراكشن بار. عايزين ايه دلوقتي؟ احنا هندخل على حاجه جديده دلوقتي مهمه جدا. التايبس بتاعت الفراكشن. ايه ده؟ هو الفراكشن ليه انواع؟ طبعا. حبيب قلبي لما يكون النيميريتور اللي فوق اصغر من الدينومينيتور، يعني النمبر اللي فوق اصغر من اللي تحت، هيبقى ده اسمه ايه؟ بروبر اهو، بروبر فراكشن. اللي فوق اصغر من اللي تحت 3 اوفر 7 ده بروبر فراكشن. بروبر فراكشن. five over 8 ده بروبر فراكشن. تمام؟ طب جميل جدا. اللي فوق اصغر من اللي تحت بروبر فراكشن. النيميريتور is less than the denominator. It's called بروبر فراكشن. طب مستر معلش لو كان النيميريتور هو اللي اكبر من الدينومينيتور، اللي فوق اكبر من اللي تحت، يبقى ده اسمه ايه؟ امبروبر فراكشن. حبايب قلبي مركز معايا، اوعى تروح مني، ركز فوت، ركز معايا. يبقى لما يكون اللي فوق اكبر من اللي تحت، ومعلش هو تاني هو اللي فوق اسمه ايه؟ بالظبط نيميريتور. يعني لما يكون النيميريتور is more than the denominator it's called what؟ improper fraction. اللي فوق اكبر من اللي تحت improper fraction. الله، طب افرض الاثنين قد بعض، حاجه من الاثنين، يا اما نسميه 1 whole وبرضه بنسميه improper fraction. ايه ده؟ يعني افهم من كده الامبروبر فراكشن يا اما اللي فوق اكبر او قده. اللي فوق اكبر او قده اهو قد بعض او اكبر، يبقى ده اسمه امبروبر ايه؟ فراكشن. تمام كده يا شباب؟ اللي فوق اصغر من اللي تحت بروبر فراكشن. اللي فوق اكبر من اللي تحت او قده اسمه ايه؟ امبروبر فراكشن. والاثنين لما يكونوا قد بعض يبقى 1 هول عادي جدا. في انواع ثانيه مستر؟ طبعا، لما يركز معايا يا حبيبي لسه. لما يكون اللي فوق 1 بس مفيش غيره 1، يبقى ده اسمه ايه؟ يونت فراكشن. يونت ايه؟ فراكشن. يبقى ده اسمه يونت فراكشن. زي مين يا مستر؟ 1 اوفر 9، 1 اوفر 7، 1 اوفر 8، 1 اوفر بطيخ. يبقى ده اسمه ايه؟ يونت فراكشن. 1 يونت فراكشن. ده هنحتاجه جدا في الحصص اللي جايه. اليونت فراكشن ده ازاي نعمل ايه؟ فاكتورايز لليونت فراكشن. نعمله ايه؟ نقطعه حتت. طب تعالى شوف هنا كده. النوع الاخير بقى، النوع الاخير ده بيفكرني بالفته الميكس. مشكل لحوم بقى، معايا لحمه بلدي مع لحوم الفراخ. عمل ايه؟ عمل ميكس. اذا يبقى الميكس عباره عن حاجتين مع بعض. ما انا فعلا عندي حاجتين اهو. ادي الحاجه الاولانيه اسمها هول. يعني ايه هول؟ يعني بيتزا كامله. 1 بيتزايه كامله اهي، بيتزايه كلها. وهنا يا مستر فراكشن. يعني ايه فراكشن؟ يعني بيتزايه متكسره، كلت منها حته واحده متكسره لاربع حتت، 4 equal parts، خدت منها 1 part. معايا ولا لا؟ اذا يبقى هو عباره عن حاجتين، هول وفراكشن. ايوه، يعني انت عملت ميكس ما بين حاجتين. ايوه، عشان كده مسمينه ميكس النمبر. مسميه ايه؟
ميكسد نمبر. يبقى ميكسد نمبر ده اللي هو ايه؟ لما يكون عباره عن حاجتين هول اند فراكشن. هول اند فراكشن اسمه ايه؟ ميكسد ايه؟ يبقى هول بلس فراكشن هيدينا ايه يا مستر؟ ها ميكسد نمبر. معايا يا شباب؟ تمام يا مستر. طب حضرتك ده لما يكون ال1 فوق يبقى ده اسمه ايه؟ ها بالظبط كده، ده الهوم ورك طبعا. ده مين ده؟ ده الهوم ورك. هو انت مستني انا اقول لك؟ ده مين اللي هيحله؟ حله لي في الكومنت تحت لو سمحت، في اليوتيوب على القناه تحت الفيديو، تكتب الكومنت وتحل لي تقول لي ده يا مستر الاولانيه كذا لما يكون اللي فوق معروف. طب لما يكون اللي فوق اصغر من اللي تحت معروف اسمه ايه؟ طب لما يكون اللي فوق اكبر من اللي تحت اسمه ايه الفراكشن ده؟ طب هنا الفتة الميكس هيبقى ده اسمه ايه؟ تعال نشوف السلايدز اللي بعدين. تعال شوف هنا بيقول لي ايه. Putting the fraction in simplest form. يعني عايز الفراكشن ده تحطه لي في فورم بسيطة جدا. يعني تمسكه تعصره. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك لازم تكون حافظ التايمز تيبل. طب انا يا مستر انت ايه؟ انا سهلتهولك في الفاني ماث لما قلت لك التايمز تيبل مفيش مشكله فيه. ارجع للفيديوز بتاعتي وتتفرج وانت هتعرف ان ايه؟ ان التايمز تيبل ما عادش مشكله بالنسبه لي. تعال نرجع للموضوع بتاعنا. هنعمل ايه يا مستر؟ همسك النمبر اللي تحت نكسره، عباره عن 2 تايمز 4. صعب ان انت تعمل كده؟ شوف المستر بيعمل ازاي. وهمسك ال4 2 تايمز 2. صعبه دي عليك؟ حبيب قلبي ايه النمبر اللي فوق وتحت شبه بعض؟ هتقول لي 2 ويكنسل 2 باي 2. باقي لي مين فوق يا قمر؟ هتقول لي اللي باقي لي 2 ما خدتهاش. ومين تاني هنا؟ الفوق. يبقى انا شطبت ده مع ده. تمام كده يا مستر انا عملت سمبلست فورم. مين اللي قال لك؟ هي دي الفور دي مش ممكن تتكسر تاني؟ تعالى كسرها. ايه يا مستر؟ حبيب قلبي 2 تايمز 2 صح. طب واللي فوق؟ 2 تايمز 1. ايوه جميل برافو عليك. مين يطير مع مين؟ ينفع اطير ال2 مع ال2 يا بابا؟ يا بابا لازم واحده فوق مع واحده تحت. ازاي هتطير 2 اخوات مع بعض ازاي؟ دول توأم ازاي يعني؟ حبيب قلبي لما تيجي تطير واحده تحت مع واحده فوق. طب باقي لي مين لسه ما خدتهاش؟ هتقول لي ال1. ومين تحت ما خدتهاش؟ ال2. يبقى هو ده السمبلست فورم. ده كده مين حضرتك؟ السمبلست فورم 4. معايا يا شباب؟ جميل. يبقى هو ده كده ابسط حاجه. طالما وصلت لل1 تعرف ان انت خلاص. طب تعالى هنا ال9 دي وات تايمز وات ايكوال 9. انا سامعك بتقول اهو 3 تايمز 3 صح. طب وال6 تقول لي 2 تايمز 3. برافو عليك. مين بقى اللي شبه بعض يروحوا مع بعض؟ بالظبط هتقول لي 3 مع 3 مستر. باقي لي مين فوق ما خدتهوش من الحاجات اللي انا كسرتها؟ 6 خلاص مالناش دعوه بيها ولا 9. انا بتكلم على اللي فوق. هتقول لي فوق 2 ومين تحت 3. دولت كده السمبلست فورم اهي. سمبلست فورم. هتقول لي يا مستر دول ما ينفعش يتكسروا؟ لا ده كده برايم نمبر وده برايم نمبر ما بيتكسروش. صلب ده ما بيتكسرش. تعالى شوف لي دي بقى حبيبي. تعالى شوف دي كده. تعالى هنا هي 12 وهنا 3. قول لي ال 3 دي عباره عن ايه؟ هتقول لي 1 تايم 3. طب ودي يا مستر؟ هتقول لي 2 تايم 6. هما في حاجه شبه بعض؟ عشان كده لازم تشغل مخك. انت عملت فوق 1 تايم 3 صح. هنا 3 يبقى لازم تحت تبقى 3 تايمز حاجه. 3 تايمز ايه؟ حاجه. يعني ما تاخدش 2 تايمز 6. هتطير مين مع مين؟ مفيش حاجه شبه بعضيها. هتمسك ال 12 عباره عن ايه يا مستر؟ هتقول لي 3 تايمز 4. كده في حاجه شبه الثانيه ولا لا؟ ال 3 دي مع ال 3 دي. باقي لي مين فوق؟ ما خدتوش ال1. باقي لي مين تحت؟ ال4. يبقى هو ده الانسر بتاعي. تعال نجيبها لك تاني هنا 3 اهو. انا معاك لغايه ما تفهم يا حبيبي. انا بالنسبه لي والله ما بتعب طالما انت بتتمتع وفاهم. انا كده ودي متعتي. هي دي متعتي. انت متخيل؟ هي دي متعتي ان انت
تقول لي الله ينور عليك يا مستر، انا متكيف من الماث. الكلام ده عندكش فكره، بيقع على قلبي كده، يخليه بردا وسلاما على التعب اللي انا عملته. تعال ركز معايا، انا همسك دي ونكسرها. طب دي لو كسرتها الاول هتبقى ايه؟ 3 تايمز ايه؟ 1 صح. طب ودي ينفع 2 6؟ يعني 2 6 اهي. في حاجه شبه التاني فوق؟ لا، يبقى دي ما تنفعش. على طول تغير الخطه بتاعتك. هنغيرها ازاي يا مستر؟ حضرتك شوف ال 12 ايه كمان تايمز ايه؟ ويا سلام بقى لو تفكر 3 تايمز كام يدينا 12، يبقى ريحت دماغك. هتقول لي 3 تايمز ايه؟ 4. مين اللي يروح مع مين؟ هتقول لي يا مستر 3 مع 3 باي باور. باقي لي مين فوق ما خدتهاش؟ انا شطبت دي خلاص، يبقى هي ال1. مين ما خدتهوش هنا؟ هتقول لي 4، يبقى هنا الانسر 1 اوفر 4. واضح الكلام؟ مركز معايا يا قمر؟ تعالى شوف اللي بعديها. تعالى هنا، همسك ال5. وات تايمز وات ايكوال 5. دي 5 اهي عشان تبقى باينه قدامك بس. هتقول لي يا مستر ال5 دي عباره عن 5 تايمز 1 صح. جميل. اللي تحت دي بقى احنا عايزينها 5 تايمز كام؟ احنا خلاص فهمنا اللعبه. هنا كانت 3 تايمز كام؟ هنا 5 تايمز كام؟ انا حافظ التايمز تيبل على طول، هيقول لي 5 تايمز 3. طب ال5 دي تروح مع مين؟ مع ال5 دي. باقي لي مين فوق يا بطل؟ ال1. باقي لي مين تحت يا جميل؟ ال3. يبقى الانسر يطلع ايه؟ 1 اوفر 3. اي 1 اوفر ايه؟ 3. طب مين يقول لي ده اسمه ايه؟ لما يكون ال1 فوق يبقى ده اسمه ايه يا بطل؟ سامع؟ يونت فراكشن صح. يبقى ده اسمه ايه؟ يونت فراكشن. تعالى بقى ازنقك انا يلا، تعالى كده. امال دي اسمها ايه؟ اللي فوق 1 يبقى برضه اسمها ايه؟ يونت. الله ينور عليك، فراكشن. طب ودي اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى ده اسمه ايه؟ بروبر فراكشن. يا عيني يا عيني على الجمال، ده اسمه ايه؟ يونت فراكشن. يا عيني يا عيني، ايه الجمال والحلاوه دي؟ كمل معايا. the last slide بيقول لي equivalent fraction. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك انت معاك صوره صغيره، رحت للراجل اللي مصوراتي قلت له انا عايز اكبرها. اقول لك انت عايز تكبرها كم مره؟ قلت له انا عايزها مرتين. يبقى مرتين. طب لو عايز اكبرها 3 مرات تكبر شويه. عايز اكبرها 4 مرات. هو ده الايكوافالنت. يعني انا عايز نفس الصوره، نفس الشخص. انت دلوقتي الشخص الصغير اللي كان في الصوره الصغيره دي لما انت كبرتها الشخص اتغير؟ هو ليه؟ عشان هو ايكوافالنت منه، صوره ايمج منه، صوره منه. هو ده اللي انا عايز اعمله. هنا 1 اوفر 2 دي الصوره الصغيره انت كنت بتصورها وانت في الكيجي، تصورها وانت في الجونيور عشان تروح الاعدادي. هي دي عايز اكبرها يا مستر. عايز تكبرها كم مره؟ هعملها تايمز 2، اكبرها مرتين تحت وفوق. طب ما ينفعش فوق مرتين وتحت؟ يعني انت بالله عليك الصوره هتكبرها 3 مرات كده مرتين؟ انت متخيل ايه اللي هيحصل؟ صح؟ تبوظ الصوره على طول. معايا ولا لا؟ زي ما تكبر كده كبر كده. زي ما حضرتك هتعمل تايمز 2 فوق، اللي تحت بيغير منه تايمز 2. 1 تايمز 2 2. 2 تايمز 2 4. واحد يقول لي يا مستر انا مش عايز اكبرها مرتين. وانت عايز ايه؟ انا عايز اكبرها 3 مرات. يعني ايه؟ يعني تايمز 3. ايوه اللي تحت نزعله؟ لا، نكبرها 3 ايه؟ 3 تايمز، 3 مرات. اللي انا بجيبها دي اسمها ايه؟ ايكوافالنت، صوره منها. ايكوافالنت، صوره منها، بس هي دي. طب تعالى هنا، 1 تايمز 3 ب 3، 2 تايمز 3 ب 6. ايه ده؟ هي دي ايكوافالنت من الهاف؟ ايوه. ازاي؟ طب حاجه بالعقل كده ازاي؟ هقول لك. هي مش ال 3 نص ال 6 يبقى هاف. 2 هاف ال 4 يبقى هاف. ال 1 هاف ال 2 يبقى هاف. يبقى هو هاف ولا مش هاف؟ هاف. معايا؟ طب تعالى هنا، عايزين ايكوافالنت من دي. هعملها تايمز كام المره دي؟ انا سامعك بتقول لي 5. حاضر والله ما زعلك، بس تزعل اللي تحت؟ لا طبعا. 2 تايمز 5 ب 10 صح. و5 تايمز 7 تايمز 5 ب 35.
واحد تاني يقول لي لا انا عايز اعمل تايمز 2، خلينا في الحاجات السهله. حاضر اعملها، اعمل تايمز 2 تايمز 2 وهنا تايمز 2. ايه ده، هو انا اللي بختار يا مستر؟ ايوه، لما يقول لي انا عايز الايكوفالنت اختار زي ما انت عايز، زي ما انت عايز مفيش مشكله. انت فهمتني؟ طب تعالى هنا، يعني تعمل تايمز زي ما انت عايز بس ما تعمليش 1. ليه؟ ما هي رجعت زي ما هي، يبقى انت عملت ايه؟ انا عايز صور منها. انت فاهمني؟ مش عايز هي اصلها دي الاوريجينال، كبر لي منها بقى. اهو 2 تايمز 2 ب 4، 7 تايمز 2 14. حلوه قوي دي كده ايكوافالنت. ودي ايكوافالنت. معايا تمام. تعالى يلا كده، فهمنا اللعبه دي خلاص. ايه ده؟ فهمنا اللعبه؟ طبعا فهمنا. امال ايه حبيب قلبي؟ هنا هتعمل تايمز كام؟ تايمز كام؟ 2. يدينا دي، وهنا تايمز 2. تزعل؟ طيب امال دول هنعملهم ايه؟ دول هوم ورك. ايه ده والله بجد؟ والله العظيم هوم ورك. طب معلش بقى، انا عايز اقول لك حاجه دي، بص هننهي بيها على طول عشان ما اغلسش عليك. افرض انا دلوقتي الراجل ده راح جاي قايل لي خلي بالك انا عايز اتاكد ان 1 اوفر 2 و 2 اوفر 4 فعلا الاثنين ار ايكوفالنت. عايز اتاكد، اقول له بس كده هتعمل سيزرز كروس، هتعمل كروس، هتعمل ايه؟ كروس مالتبلاي. يعني هنا هتقول 1 تايمز 4 تايمز 1 ب 4 و2 تايمز 2 ب 4. ايه رايك الاثنين مالهم ايكوال؟ يبقى هو فعلا ده ايه؟ ايكوفالنت، صح. طب واحده ثانيه 2 اوفر 3 و6 اوفر 9، عايز اتاكد ان دولت فعلا ايكوفالنت. ازاي؟ تعمل لي المقص بتاعي 9 تايمز 2 بايه؟ 18. طب و3 تايمز 6 18. يبقى دول ايكوفالنت ولا لا؟ يبقى ايكوفالنت. ان شاء الله اشوفك في السيشن الثاني يا رب كده على خير. يلا باي باي يا حبيب قلبي، مع الف سلامه. سلامه جميله.